سوريا يا قادة العالم العربي العزيز، سوريا شتت أهلها في كافة أصقاع وبقاع العالم. يا زعماء العروبة الأجلاء، أنتم بتعرفوا 100% أن اللجوء السوري هو أكبر لجوء في التاريخ، مش في التاريخ الحديث بس. ما صار لا في الحرب العالمية الأولى ولا في الثانية ولا في إفريقيا ولا في أي مكان في العالم أكبر من هذا اللجوء. هذا اللجوء أكبر لجوء في التاريخ من عند أبونا آدم إلى هذا اليوم. أكبر لجوء في التاريخ هو لجوء الشعب السوري. أكثر من 5 ملايين لاجئ حول العالم. هل يعقل أنه بلد مثل سوريا يلجأ منها 5 ملايين إنسان يصبحوا مشردين ولاجئين، يتم اقتلاعهم من جذورهم ليصبحوا مثل قشة في مهب ريح الإنسانية؟ هذا بتم قبوله، وهذا بتم رفضه، وهذا بترجى لم شمل أو مقابلة لزوجته وأولاده في سفارة، وهذا بتم ترحيله وهذا تسفيره. يخ. تعرفين أنه أصبح الوضع مأساوي بكل ما في كلمة مأساوي من معنى. السعيد في هؤلاء اللاجئين بيكون مثلا في ألمانيا في مخيم، وأمه في لبنان، وأخته في الشام، وزوجته في عمان، وأخوه في تركيا. هذا اسمه حرام. اللي قاعد يصير حرام وغير مقبول وغير إنساني. هل يعقل أن نقول أن الأمة العربية عزيزة والسوري فيها مهان؟ هل يعقل أن نتغنى بالشرف والكرامة العربية والسوري يلفح الهوان صباح مساء؟ هل يعقل وبشهادة اليونسيف أنه أكثر من 40% من الأطفال السوريين اللاجئين خارج مدارس؟ 2 مليون طفل داخل وخارج سوريا أعمارهم ما بين 6 سنوات و15 سنة خارج المدارس. 2 مليون طفل، 2 مليون طفل مستقبلهم اتدمر، وأصبح يطلق عليهم الجيل الضائع. أحفاد الأمويين أصبحوا الجيل الضائع. أحفاد صلاح الدين الأيوبي، أحفاد سيف الدولة وإبراهيم هنانو ويوسف العظمة قائد معركة ميسلون العظيمة أصبحوا الجيل الضائع. بينما أغلب أطفال العرب بيناموا في بيوت وينعموا بالدفء والأمان، أصبح الأطفال السوريين في المخيمات خارج سوريا يناموا ملتحفين السماء ومفترشين الأرض بعد العز اللي كانوا فيه. أصبحت طفولتهم في مرمى الذل والهوان. سوريا ما بتستاهل، وأهلها ما بيستاهلوا. سوريا هي حزام العروبة، والسوري هو عمود العروبة وحامي الديار والدمار. سوريا جزء مهم من هذا الوطن العربي، ولن يكون الوطن العربي وطنا حقيقيا بدون أن يعم الأمن والأمان سوريا.